لو الرز معمر بيفشل معاكي وما بيطلعش الوش زي كده، او ما بتعرفيش تعمليه وعايزه تعمليه بسرعه جدا، مش هياخد معاكي كل الموضوع نص ساعه ان شاء الله باذن الله، بدون نقع ولا اي حاجه، سهل جدا وسريع. لو عايزه تعرفي الطريقه والمقادير كملي بقى الفيديو، وهتنسي اللايك والشير. هجيب هنا بقى طاجن او الصينيه اللي عندك. انا بحب اعمل في الصينيه العاليه بتاعه الاسبونج، احطها على النار واحط عليها معلقتين سمنه بلدي كده، وهنزل بمعلقتين 3 زيت كده عشان خاطر يبقى مفلفل معانا. هنزل هنا بقى بالرز المغسول، ده مش منقوع يا جماعه، ده رز مغسول بس مش منقوع. هفضل اشوح فيه كده لمده من 3 ل 4 دقايق. ده اللي معايا ده كيلو رز، لكل كيلو رز كيلو ونص من الحليب او اللبن، ونص كوبايه من السكر، وكوبايتين ميه. ادي اول كوبايه، وادي تاني كوبايه. ما تقلقوش كميه السوائل كده مش كتيره، لان الرز اللي انا عاملاه الرز السريع اللي هو عشان ما تنقعش، فاحنا بنزود نسبه السوائل عشان يستوي معانا اسرع وينفش. وحركه ان احنا نشوحه شويه دي علشان ما يبقاش معجن مننا وتبقى الرزايه مفلفله. هقلب بقى كده، واهم حاجه ننزل باللبن والميه السخنين دولت على الرز وهو سخن. هنا بعد ما شوحت الرز 3 دقايق هنزل بقى باللبن. اهو. لو عايزه تزودي نسبه السكر هنا اختياري. لو انت عايزاه تعملي حادق هتحطي نص معلقه سكر ونص معلقه ملح بس، ونفس الخطوات بالظبط. بصوا انا هديله غلوه واحده بس كده، وهقول لكم هنعمل ايه تاني. معايا هنا بقى 3 معالق قشطه. ممكن تاخدوا قشطه وش لبن او القشطه الفلاحي اللي احنا عارفينها. احط عليها معلقتين لبن كده عشان خاطر اعرف ادوبها كده وتبقى سايله معايا حلو. بصوا مجرد ما غلي معانا كده غلوتين هطفي عليه، وانزل بقى بالقشطه كده. القشطه بتتحط قبل ما ندخلها على الفرن، ونكون مولعين الفرن كده درجه حراره عاليه كده، درجه حراره 200 بس كده. هدخله بقى على الفرن لحد ما يحمر من تحت وفوق. وهو بعد ما خرج معايا من الفرن، بصوا الجمال والحلاوه، بصوا الوش اصلا عامل ازاي، الرز ده مش باين. بصوا طبقه القشطه تحفه. هغطي عليه لمده 5 دقايق وهطلعه دلوقتي واوريكم شكله من جوه عامل ازاي. وهبصوا الرز معايا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا مفلفل مش معجن. بصوا التسويه دي من تحت ودي من فوق. بصوا مفيش احسن من كده بصراحه. اللي عايز يزود نسبه السكر دي اختياري، انا بالنسبه لي السكر كده مظبوط. السكر ده حسب ذوقك. لو عجبتك طريقتي في الرز المعمر، احلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.